أنا عاوز أطرح سؤال، هل ممكن 12 برج يوصفوا شخصيات أكتر من 8 مليار شخص على وجه الكرة الأرضية؟ طيب ليه كل واحد فينا بيعرف إيه برجه لكن معظمنا ما يعرفش إيه فصيلة دمه حد؟ إزاي بقى طبيعي نسمع منجمين في بداية كل سنة يتوقعوا أحداث السنة وكأنها حقائق؟ إزاي حاجة زي كده تبقى طبيعية؟ النهاردة هنشوف تاريخ الأبراج منين جه والعلم اللي وراه إيه أصله، وهوريك إن كل واحد فيكم، كل واحد ما يعرفش برجه الحقيقي. أكيد جه يوم وقريت حاجة في الأبراج ولقيت نفسك في الموضوع. ومين فينا ما يحبش يقرأ حاجات كويسة عن نفسه أو حتى حاجات سلبية؟ مين فينا ما يحبش يفهم نفسه على الأقل؟ والأبراج في يومنا الحالي أداة بتساعدك تفهم نفسك وتفهم شخصيتك أكتر، صح؟ أو على الأقل ملايين الناس بيشوفوها كده. في ناس بتتعامل مع الأبراج كأنها كتاب سماوي، حقيقة مفيش منها مفر. وفي ناس مش بتآمن بيها بس بيحبوا يقروا وياخدوا فكرة. تعالوا نعرف إيه الحكاية ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت في حضارة بابل حوالي سنة 500 قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة تقريبا. البابليين كانوا متعودين يراقبوا حركة الشمس والقمر والكواكب في السماء، ولاحظوا إن الشمس وهي بتتحرك في السماء بتمشي في مسار تقريبا ثابت. المسار ده بيمر قدام مجموعة من النجوم سموها بعد كده مسار الأبراج. لكن المفاجأة إن الأبراج أو مجموعات النجوم اللي على المسار ده ما كانوش 12 برج. ودي أول حقيقة صادمة، إن الشمس بتمر قدام 13 برج مختلف مش 12 زي ما فهمنا. والبرج ال 13 ده صديقي برج محذوف اسمه أوفيوكس أو أوفيوتشس، ومعناه حامل الثعبان. وده ماسك من تاريخ 29 نوفمبر ل 17 ديسمبر. والله زي ما بقول لك كده. يعني ببساطة لو أنت مولود بين التاريخين دول فاسمح لي أقول لك إنك ولا برج القوس ولا برج العقرب. حضرتك جوه برج ولا حد اعترف بيه ولا سمع عنه أي حاجة. البابليين بدم بارد قرروا يكنسلوا البرج ال 13 ده، وبدل ما يقسموا السماء حسب الابراج الحقيقيه ال 13 قرروا يقسموا المسار ل 12 برج متساوي عشان السنه فيها 12 شهر. يعني التقسيم ما كانش تقسيم فلكي، للاسف لا. التقسيم كان مجرد تقسيم سياسي اداري بحت. ليه؟ علشان يسهلوا التقويم والحسابات الزراعيه ودفع الضريبه للجيش والتطبيل للحاكم. يعني ببساطه شديده البرج رقم 13 تم تجاهله تماما. مستغرب؟ اصبر، المفاجأة الأكبر لسه جاية. الأبراج أصلا مش متساوية في الزمن. الشمس وهي بتتحرك في السماء بتقضي أوقات مختلفة تماما داخل كل برج. يعني ممكن تقعد أكتر من شهر في برج وتقعد أسبوع واحد بس في برج تاني. وهديك مثال حقيقي، الشمس بتقضي تقريبا 44 يوم في برج العذراء وبتقضي حوالي 7 أيام بس في برج العقرب. من كام سنة فاتت وكالة ناسا الأمريكية أقرت بال 13 برج وشرحوا بالتفصيل قصة البرج المحذوف، ولما قامت عليهم الدنيا لبسوا البابليين الليلة. وده خبر من MBC نيوز بيحكي الحكاية الكاملة. الخبر بيقول إن ناسا بتفسر قصة ال 13 برج إنهم بالفعل موجودين ومن آلاف السنين كمان، وإنهم ما قدموش أي اختراع جديد للبشرية، وإن البابليين هم اللي قرروا يحذفوا برج أوفيوكس من 3000 سنة عشان يسهلوا الحسابات. والقائمة اللي قدامك دي هتوريك المدد الحقيقية لمرور الشمس في الأبراج. الأبراج اللي نعرفها النهاردة هي إن كل برج حوالي 30 يوم، يعني النظام كله اتظبط على التقويم اللي البابليين قرروا يعملوه مش على واقع السماء الحقيقي. بعد كده بقرون في القرن الثاني الميلادي تحديدا، يعني حوالي سنة 150 ميلادية، العالم اليوناني الشهير بطليموس كتب كتاب اسمه تيرابيبلوس. بطليموس في كتابه أخذ مفهوم البابليين عن الأبراج وصدق على البرج المحذوف. قال أنا مالي، عشان يريح دماغه وحاول يربط ما بين حركة الكواكب وحياة البشر. ليه؟ لأن الثقافة اليونانية وقتها ولحد النهاردة على فكرة بتهتم بشؤون الأفراد، الشعب يعني، أكتر من شؤون الحكام. يعني عكس البابليين تماما اللي عملوا التقويم أساسا علشان حماية الحاكم من أحكام السماء. ومن هنا بدأ التنجيم يتحول لنظام بيقول إن مواقع الكواكب ممكن تحدد شخصيتك ومستقبلك، وطبعا ربطوها بالأساطير والخرافات اليونانية اللي كلنا نعرفها. ومن هنا جت التسمية اللي موجودة حاليا. وفي نفس الوقت كان في علماء تانيين بيدرسوا السماء بطريقة مختلفة تماما. علماء الفلك الحقيقيين كانوا بيقيسوا حركة النجوم والكواكب بدقة. وفي العصر الذهبي للحضارة العربية ظهر علماء فلك كبار جدا زي العالم البتاني حوالي سنة 900 ميلادية. العالم ده هو اللي قدر يحسب حركة الشمس والنجوم بدقة مذهلة بالنسبة لزمن. وفي عالم تاني اسمه أبو الريحان البيروني في القرن ال11 تقريبا كتب دراسات دقيقة عن حركة الأرض والكواكب. العلماء دول استخدموا النجوم كأدوات علمية للملاحة وتحديد الاتجاهات أثناء السفر في البر والبحر، ورفضوا تماما الهلس اللي قالوا عليه البابليين واللي صدق عليه اليونانيين. العرب
عمرهم ما اعتبروا النجوم ولا التنجيم قوة ممكن تتحكم في مصير الإنسان. ومع تقدم العلم اكتشف العملاء مشكلة أكبر في الأبراج. اكتشفوا إن الأرض مش بتدور حوالين الشمس بس، الأرض كمان بتدور حوالين نفسها، وكمان محور دوران الأرض ده بيتهز أو بيحصل فيه عملية ترنح أثناء دورانها حوالين نفسها. وسموا الظاهرة دي Axial Precession، والدورة الكاملة للحركة دي بتستغرق حوالي 25700 سنة. ركز معايا بقى وخلي بالك إن حركة الدوران بترنح دي بتخلي مواقع النجوم تتغير تدريجيا عبر الزمن. يعني الأبراج اللي حددها البابليين من حوالي 3000 سنة مش موجودة أصلا في مكانها. بمعنى أبسط، لو انت فاكر انك تنتمي لبرج معين بناء على التقويم اللي كلنا عارفينه، عاوز اقولك ان موقع الشمس الحقيقي وقت ميلادك غالبا كان في برج تاني. بالمناسبة لو انت عاوز التقويم السليم للابراج وبالتواريخ ابقى سيب لي تعليق على الفيديو هبعتهولك، وارد تشترك بالمرة في القناة. وبما ان الارض مش ثابتة في مكانها وفي ترنح كمان حوالين المحور بتاعها، فعاوز اقولك ان السماء اللي حضرتك شايفها حاليا مش هي السماء اللي كانت موجودة وقت البابليين من 3000 سنة. انت عارف المشكلة فين؟ المشكلة الاكبر مش فلكية، المشكلة نفسية. وخد عندك دي. في سنة 1948 عالم النفس الأمريكي بيرترام فورير عمل تجربة شهيرة جدا. فورير أعطى تحليل شخصية لكل طالب من طلابه، وقال لهم إن التحليل ده مبني على اختبارات نفسية دقيقة جدا. وفعلا الطلاب اندهشوا من دقته. كل واحد فيهم جاله شعور إن الوصف ده بيتكلم عنه تحديدا، لكن الحقيقة كانت صادمة. الحقيقة إن كل الطلاب أخدوا نفس تحليل الشخصية بالظبط. التجربة دي كشفت ظاهرة نفسية معروفة في يومنا النهاردة باسم بارترام إفكت أو فورير إفكت، على اسم العالم يعني، وهي إن الإنسان بيميل إنه يصدق الأوصاف العامة ويحس إنها وصف يعبر عن شخصيته. وده بالظبط قصة الأبراج. لما تقرأ إن برجك غيور تبدأ تفسر غيرتك على إنها صفة فلكية، ولما تقرأ إن برجك حساس تبدأ تشوف كل مشاعرك من الزاوية دي. ومع الوقت البرج ما بيبقاش مجرد وصف، للأسف البرج بيتحول لقالب نفسي وحضرتك بتعيش جواه. الحقيقة العلمية واضحة جدا، النجوم اللي بنشوفها في السماء هي مجرد كرات غازية ضخمة تبعد عننا ملايين أو مليارات السنين الضوئية، ومفيش أي قانون فيزيائي لحد النهاردة يربط بين مواقع النجوم لحظة ميلادك وبين شخصيتك أو مستقبلك. ولو أنت عندك قانون فيزيائي قول لي. أزيدك من الشعر بيت. سنة 1985 أجرى عالم فيزيائي اسمه شون كارلسون تجربة علمية حقيقية اتنشرت وقتها في مجلة اسمها نيتشر. التجربة دي اختبرت قدرة المنجمين على ربط خرائط الميلاد بشخصيات الناس. النتيجة كانت واضحة جدا. نتائج المنجمين للأسف ما كانتش أفضل من التخمين العشوائي. الخلاصة بسيطة، الأبراج نظام رمزي قديم نشأ في زمن كان الإنسان بيحاول فيه فهم الكون بأي طريقة ممكنة. ليه؟ علشان ينظم التقويم بتاعه. الحضارة البابلية كانت حضارة زراعية ما عندهمش أي حاجة غير الأرض اللي بيزرعوها والسماء اللي فوق راسهم. فأعتقد إنك لو كنت مكانهم كنت هتشوف تقسيم السماء ده يعني مسألة حياة أو موت. العلم الحديث يا صديقي كشف إن النجوم لا تتحكم في مصير البشر، أو بكل أسف شخصيتك تم تصنيعها بالإقناع إن ده برجك وهي دي طباعك وصفاتك، وأنت صدقت وعشت الدور. وعلى فكرة أنت لو جبت سيرة الأبراج دي قدام أي حد فلكي هيبص لك من فوق لتحت حرفيا، والبصة مش هتعجبك. يا صديقي الطريقة اللي تفهم بيها نفسك والعالم اللي حواليك مش مكتوبة على نجمة، مستقبلك انت اللي بتكتبه بنفسك. النجوم جميلة لكنها مش بتكتب حياتك ولا بتعبر عنها. الشخصية اللي انت عليها مش بيصنعها موقف كوكب بعيد، شخصيتك بتصنعها روايتك، قراراتك، تجاربك وخبراتك. انا مايكل ساويرس، اشوفكم الفيديو الجاي.